250 مليون جنيه زائد 50 مليون جنيه لتجديد عقد إمام عاشور، 250 مليون في السنة. هل يستحق إمام عاشور كل هذه المبالغ من أجل التجديد للنادي الأهلي؟ واللي أكتر من كده بقى، هل هيوافق مجلس إدارة النادي الأهلي على المطالب الخرافية لإمام عاشور؟ كل ده هنشوفه طبعًا خلال الساعات اللي جاية. إمام عاشور جاي له عرض كبير، فممكن يكون بيضغط على الأهلي بالأرقام دي عشان يرحل للأهلي، أو يرحل من الأهلي إلى نادي الاتحاد السعودي. خلّينا نشوف هل الأهلي هيوافق على الكلام دوّة والّا هيقول لأ، الأرقام خرافية وكلام كتير. وبعدين إيه حوار كل واحد جايب لأبوه ياخد معاه؟ يعني مش فاهم، أبوك ماله ومال التجديد؟ أنت مش وكيلك أدم وطني يا ابني وإحنا عارفين كده. فهل سيوافق النادي الأهلي على تجديد عقد إمام عاشور ويخلّيه في الفرقة ويبوّظ أوضة اللبس، مع إن أنت مشّيت تريزيجيه وبتدوّر على أي ثغرة لزيزو عشان تمشّيه، برضه بسبب كترة الفلوس اللي كان بياخدها، مش زي ما قالوا 5.000.000 جنيه والكلام ده، لأ الكلام كان أكتر. خلّينا نشوف في الساعات الجاية الأهلي هيعمل إيه مع إمام عاشور. جراديشار إلى نادي سيراميكا كليوباترا مع تحمُّل الأهلي راتب 70% من قيمة عقده، من قيمة عقده اللي هو مع النادي الأهلي. الفكرة كلّها إن الأهلي عايز يتخلّص من محمد شريف كلاعب. طب ما أنت عندك جراديشار أحسن منّه، والله أفضل منّه بكتير. ليه أمشّي جراديشار وأسيب محمد شريف؟ ما الأفضل إن أنا أمشّي محمد شريف وأسيب جراديشار، أو أطلّع إعارة محمد شريف يشتغل تاني وياخد وقت أكتر، لإن محمد شريف لو تواجد في الأهلي مش هياخد وقت كتير. ولا هو ولا مجدي قفشه، ومجدي قفشه مصمم ان هو يقعد بس بالمشاركه. يعني يا باشا انا عايز اشارك، لكن ان الاهلي يتحمل 70% من مرتبه، من مرتب جراديشار، ويخرجه بره وهو عنده جراديشار ان هو افضل من محمد شريف، فدي حاجه مش مفهومه بصراحه. انا مش فاهم بصراحه اداره الاهلي ماشيه ازاي. زلزال كروي في بداية الدوري الممتاز المصري. هل ينسحب الأهلي من كأس مصر والسوبر كما قال، أو كما قالت المصادر الكتيرة؟ لا، احنا هننسحب من الكأس رفضا على أن كابتن عصام عبد الفتاح يتعين في لجنة الحكام. طب انت مالك يا اهلي ومالك يا زمالك ومال اي حد بلجنه الحكام؟ اشمعنى بقيه الانديه ما اعترضتش وانت الوحيد اللي اعترضت؟ او انت او غيرك اعترضتوا ليه؟ وما هو سبب اعتراضك؟ وهل واحد بس يقدر يمشي كلامه على الكل؟ خلينا نشوف الكلام ده، لان كابتن هنا بريده رفض رفض قاطع وقال عصام عبد الفتاح متواجد في منصبه ومش هيمشي من لجنه الحكام. طلع بقى مصادر من الاهلي قالت لو اتحاد الكوره فضل مصمم على قراراته احنا هننسحب من كاس مصر وكاس السوبر. فخلينا نشوف هل بالفعل الاهلي هينسحب من كاس مصر وكاس السوبر، وخصوصا ان في خبر بعد الكلام ده طلع وقال. خلينا نشوف الخبر. الخبر زي ما انتم شايفين برضو مصدر بالاهلي. ما تطلع تقول اسمك يا عم المصدر، هو ليه تخرج اخبار من النادي الاهلي باسم مصدر في الاهلي؟ يقول لك مصدر في الاهلي: الفريق سيشارك في كاس مصر والسوبر المصري وشائعات الانسحاب لا اساس لها من الصحه. طب ما الاشاعات دي طالعه من عندكم، طالعه من مصادر بالنادي الاهلي بقى. يا ريت حضرتك يا مصدر تقول اسمك، ويا ريت حضرتك يا مصدر برضو تقول اسمك، وبطلوا تقول مصدر مسؤول مصدر مسؤول. ما احنا عايزين نعرف مين المصدر اللي بيطلع الكلام من النادي الاهلي لا احنا هننسحب. ولا المصدر الاولاني لما قال احنا هننسحب وهاني ابو ريده رفض رفض تام لاستقاله او شيل كابتن عصام عبد الفتاح، فانتوا قلتوا لا خلاص احنا هنحضر، احنا اصلا دي كانت شائعات واحنا ما قلناش الكلام ده. ما هو يا ده يا ده، مفيش حاجه ثالثه للخبر.